هذا جميل جدا. أصابت الدكتورة ميساء في حدسها مرة أخرى. اكتشف العلماء تابوتا متداخلا. أعتقد أنه أحد أجمل التوابيت التي عثرنا عليها. الدكتور زاهي يجيد التقييم أيضا، فهذا بالفعل أجمل تابوت بين 50 تابوتا التي اكتشفت حتى الآن. يضع الفريق النعش الداخلي على حوامل. تشير الزخارف إلى العصر الفرعوني المتأخر 600 عام قبل الميلاد. كمعظم التوابيت التي اكتشفتها البعثة، هذا التابوت يخص سيدة. كل التفاصيل منحوتة بعناية فائقة، والهدف منها حماية السيدة المتوفى. لدينا هنا أنوبس الذي يحمي المقبرة أو المكان أو الحجرة التي دفنت فيها هذه السيدة. لم يبهت اللون الأخضر الغامق على الوجه، في إشارة لاستحضار حياة الخلود بعد الموت. قد يكون هذا دليلا على أن السيدة كانت فاحشة الثراء، لكن لا وجود لاسم زوج. مرة أخرى لا نجد إلا اسم الأب والأم على التابوت. يروي هذا الاكتشاف قصة مأساوية، قصة فتاة ماتت صغيرة وحظيت بمراسم دفن فاخرة من قبل والدها الذي كان بالتأكيد من أعلام العصر المتأخر. الحفظ المدهش للتابوت أثار إعجاب الدكتور زاهي.